مشاهدينا الكرام، تحية طيبة استكمالا لموضوعنا في الاستوديو. ما نحن في الميدان إلا في خدمتكم، ونحن عند حسن ظنكم دائما وأبدا. ستسألون اليوم لماذا نحن على مدخل أمانة العاصمة في الانتظار وفي الترقب لزيارة من الإخوة المواطنين لمجموعة منهم قادمين من محافظة لحج، تحديدا من منطقة حالمين. لماذا جاءوا إلينا ونحن بالانتظار منذ الصباح الباكر؟ هنا السؤال. وقد تقول مبالغا، لكن الموضوع له علاقة بموضوع هذه الصورة. العم مانع، قائد مانع، العم قائد مانع هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم ونزولنا الميداني، ونحن بانتظار هذه الأسرة الكريمة وهؤلاء الإخوة القادمين من محافظة لحج. الموضوع باختصار أطرحه على حضراتكم، وقد تقولوا فيه مبالغا لكن هذه هي الحقيقة. قبل 20 يوم من الآن في برنامجنا نزلنا هذه الصورة بعد أن أرسلت إلينا من مواطن محترم قال بما فيه هذا المضمون بأن هذا المواطن قائد مانع موجود في محافظة المحويت بعيدا عن أسرته، هو مقطوع من شجرة له 30 عاما. نحن قمنا بدورنا، عرضنا هذه الصورة وبحثنا إن كان له أهل أو كان له أقارب، فمجرد أن نشرنا هذه الصورة كانت المفاجأة الجميلة التي سنعلن عنها في هذه الحلقة وفي هذا اليوم. اتصل بنا مجموعة من الإخوة المواطنين من محافظة لحج، قالوا تأكد أخ محمد من هذه الصورة، هي نفس ملامح الشخص الضائع علينا. لكن تخيلوا، يعني واحد ما يصدقش، قالوا بأن هذا الشخص الذي أعلنتم عنه في الصورة له مدة غيابه 55 عاما، وله ابن موجود عمره اليوم 55 عام. سافر العم قائد مانع وعمر ابنه 5 سنوات، واليوم عمر ابنه 55 عام. تواصل بنا هذا الأخ الكريم وأبلغنا بمعلومات مهمة عنه، قال حاولوا تسجلوا معه مرة أخرى أو تنقلوا صورة قريبة لهذا الأب لنتأكد إن كان هو. طبعا ما استطعناش نحن نحصل على صور أخرى لأنه الوالد مانع، قائد مانع التصوير ومانع أنه حد يلتقي به، بيخجل من الناس. فالحمد لله هم اليوم عيجوا من اللحج، سننتظرهم على مدخل أمانة العاصمة نتعرف عليهم ونعرف القصة من الولد أساسا كيف كانت وكيف حصلت ولماذا غاب هذا الغياب، وهل هذه الصورة لقائد مانع هو نفسه الشخص الذي يسألون عنه، أم يا ترى نجازف وننزل إلى المحويت إلى منطقة الظاهر الخبت لنتعرف عليه أكثر. ربما يكون هو وربما لا يكون هو. أتابع التفاصيل في مجمل برنامجنا وفي هذه الفقرة المهمة من عودة غائب. لكم الفضل دائما، وستنتظروا معي وصول هذه الأسرة. نحن هنا من الصباح الباكر بانتظارهم حتى يأتوا إلينا. قدر قناة اليمن أن تكون مع المواطنين أينما كانوا في حلهم وترحالهم، وهي اليوم مع هؤلاء المواطنين القادمين من محافظة لحج قرية بوران مديرية حالمين الذين ظلوا 50 عاما بحثا عن مفقودهم الغالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله من جرحبه، حيا الله من جرح. الحمد لله على السلامة. كيف أنتم؟ والله نورتوا صنعاء يا شباب. أهلا وسهلا، حيا الله من جاء. أهلا وسهلا بكم. نزلتم أهلا وحللتم سهلا، حيا الله من جاء. ما شاء الله تبارك الله. مشاهدينا الكرام، هؤلاء الإخوة جاءوا من حالمين لحج، حضروا منذ أمس الليل وهم مسافرين، واليوم الصباح وصلوا أمانة العاصمة. الحمد لله على سلامتهم هؤلاء الإخوة جميعا، منهم أقارب ومنهم من هو له علاقة مباشرة بالعم قائد مانع. لكن أنا لست متأكد بأنه هذا الرجل، قد يكون تشابه صور، قد يكون تشابه أسماء، لأنه حتى هذه اللحظة لم نتأكد من أن هذا الشخص هو نفسه من يبحث عنه هؤلاء. لكن بمجرد أن رأوا الصورة عمرها 50 سنة عرفوا بتفاصيل بشحمه ولحمه بأنه هذا الرجل الغائب. حضروا إلينا وكلهم أمل وكلهم شوق بأن يكون هذا الشخص هو نفسه. سأتعرف، أنا أخبركم بأن هؤلاء الأشخاص أقرباء له من الدرجة الثانية، يعني عيال أخوه وابنه. أنا سأخمن من هو ابنه بالصورة، يعني بالشبه. أنا سأخمن بأن هذا الشخص هو ابنه الأقرب إليه. بين أشوف الصورة اللي نشرتها أنا، وكما تلاحظوا هذه الصورة موجودة أمامكم مشاهدينا الكرام، هذه الصورة بينها شبه. وهذا الأخ، تفضل يا أخي. عندما نشرت الصورة يا أخ الكريم، تابعت أنتم في الشاشة؟ نعم، اتضح لكم أنه هذا نفسه، واتضح لنا أن هذا الوالد أما يا أخي عندكم إحساس أنه عاد عايش؟ فعلا في إحساس، في أمل.
انه عايش. عايش. يعني قد بحثتوا انتم في كل مكان ما خليتوش ولا مكان، قالوا لكم مره انه في الحديده. قالوا لنا مرة إنه في الحليلة ونزلتوا الحديده ونزلنا فعلا الحليلة ما فيش خبر. ما فيش خبر، وقالوا لنا إنه في الرياض السعوديه في السعودية، وتحركوا أبنائنا من السعودية إلى الرياض وما فيش. حتى انا اتصلوا بي مجموعه من المغتربين من عيالك ما. أي نعم. ايوه اتصلوا من السعوديه قالوا نحن اقربائه ما شاء الله، مع حضور كبير ورجال محترم ورجال شهم ورجال كان كريم جدا. ما ادري ما هي الظروف اللي حصلت لي اياها، ما هي الظروف؟ والله لا نعلم عليها حتى نحن، مش انتوا عارفين لأنها راح ونحن حاضرنا أطفال. شخبطوا ولا شيء. يحفي احتمال أنه عملوا هذا الشيء، ما بعرف. الله فوق. طيب الله العالم مشاهدينا الكرام ان يكون العم قائد مانع هو نفسه الذي نبحث عنه او تبحث عنه هذه الاسره. هذا هو الابن الاكبر لهذا الرجل. احنا قلنا بانه 30 سنه حسب ما وصلتني المعلومات من واحد مواطن كريم. طلبت منهم بان يصوروا اي مجهول في اي منطقه في اليمن، فبالفعل استجاب الاخوه المواطنون لنا وصوروا لنا تفاصيل كثيره عن ناس مجهولين كثير. لكن هذه الصوره حصلت يعني حولها كثير من الجدل في الضالع وفي منطقه لحج حالمين، وحصل بلبله كبيره وسعاده كبيره عند الناس بانه هذا الشخص هو نفسه. حتى انه انا ارسلت لكم البطاقه الشخصيه. نعم. اثبتت حضور اكثر. أيوة نعم. اثبتت البطاقه الشخصيه. أي والله. امك عادي بخير؟ لا الله يرحمه. الله يرحمه. بعد كم بعد غيابه؟ بعد غيابه حوالي 15 سنة. 15 سنه. ما حصل؟ نعم. سقط من فوق سيارة. لا حول ولا قوه. حلت من حصل سقطكم صاروا توفى الحال. الحين انت الابن الاكبر انت. اي نعم. كم باقي معك اخوه؟ باقي معي اثنين اخوه. بنات؟ بنات ما فيش. ما فيش بنات. اثنين عيال، احمد وعلي. اين احمد؟ احمد بالبلاد وعلي في السعوديه. وعلي في السعوديه. اي نعم. طيب هذا الحوار الاول مع الابن الذي ينتمي مباشره للعم قائد مانع. في منطقه اخرى في المحويت او ما قبل المحويت سنعمل حوار مع الاخوه الذين جاءوا الى جانب هذا الاخ ونتحدث معهم اكثر عن علاقتهم بهذا الغائب. فارجو ان تتابعونا مشاهدينا الكرام، واذا ما طلع شو؟ طبعا شنو معنا الحمد لله. امر الله. نعم. نعم. ما بيقول لك قلبك؟ قلبي حاسس يا اخي 100% انه هو. انه ان شاء الله. انا قلت عما صورت لكم قالوا كبير بالعمر 80 سنه او 85 في هذا الحدود. بس عندما جاءتنا اول صوره له وثاني صوره وخاصه البطاقه يعني مأكد 100%. طيب هم طلبوا مني واحد من الاخوه في السعوديه قال لي تاكد من الاسم، لان احنا ادينا الاسم كامل، فيه واحد اسم مش هو نفس الاسم، واحد من الاسم. الاسم الخامس. الاسم الخامس مش مطابق. ولا هو قائد مانع حسين صالح. ايوه واحنا اضفنا وبعدين ماهر. ايش هادي. هذا مش هذه يمكن من اجدادنا الاولين. قصدك ممكن هو ادرى. هو ادرى. لكن انا اشوف صالح قائد مانع حسين صالح الى انا افهم. هذا هو زيد هادي. ايوه زيد هادي، وانتم شكيتوا في هادي. ايوه في هادي قد يكون هو او مش هو. بس لما جاءت البطاقه جاء الاسم الرباعي مضبوط. البطاقه الرباعيه. ايوه. بارك الله فيكم ان شاء الله، وان شاء الله تطابق المواصفات وتطابق الاسماء وتطابق الحظ. مشاهدينا الكرام، وانا اقبل يدك يا اخي الكريم لحضورك هذا التعب وهذا العناء بكله من اجل ان نلتقي بهذا الوالد ونجبر بخاطر على اخر عمره حتى لا يموت وهو مجهول في منطقه ما، واسرته محترمه معززه مكرمه تبحث عنه وتحتاجه. هو غادرهم لا ادري ما هي الظروف، ربما كانت اسحار، ربما كانت خجل من الناس لانه كان ظروف شوي صعبه، ما ادري ما هو الحاصل، لكن على بركه الله متجهين نحن والطاقم وهؤلاء الاخوه جميعا. اخي الكريم اسمك انت يا اخي؟ حياك الله فهد. وانت من يا اخي؟ منصور حياك الله. وانت من يا اخي؟ صقر حياك الله اخي. معتمد. اهلا وسهلا بك معتمد. واخي الكريم حياك الله شاعر. الله يحفظك يا شاعر، مثل ما رافقت اخوتنا هؤلاء. الله يحفظكم. الاخ اهلا وسهلا. محمد حياكم الله. هؤلاء هم في عهدتنا وفي ضيافتنا اليوم مشاهدينا الكرام منذ الصباح الباكر، متجهين الى منطقه اسمها الخبط الظاهر في محافظه المحويت. بعد المحويت بساعه تقريبا قالوا على الطريق العام لنصل الى العم قائد مانع، لعلنا نجد ضالتنا عنده. وعلى بركه الله بالله عليكم لا تقلبوا شيئا، ثبتوا عندكم التردد وتابعونا إلى نهاية هذه الفقرة. اتجهنا صوب مدينة المحويت بحثا عن أمل بعد ياس، وبعد 50 عاما هل يعقل أن يكون الغائب على قيد الحياة؟ في نظراتهم الأسى والحزن وربما الخير كله
من يدري. ونحن في الطريق وفي شوق إلى هذا الرجل أن نتعرف عليه، ويا رب أن يكون هو نفسه من نبحث عنه حتى لا تخوننا الذاكرة ونعود بخفي حنين. قد جاءوا من محافظة لحج وكلهم شوق لأن يقابلوه. إن شاء الله بإذن الله ما نعود هذا اليوم إلا وهو معنا معزز مكرم ينتقل إلى أسرته ومحبيه. الناس كلهم ما صدقوا في البلاد، والله ما صدقوا. نعم. والله ما صدقوا. نعم نعم، أول ما هذا والله ما صدقنا. نعم والله. أيوة فعلا، بعد هذه الفترة كلها مفاجأة أن تظهر صورة أبوك وهذا، يعني موقف. أول ما أرسلوا لكم الصورة أنت كنتوا في البيت؟ أيوة نعم، أنا في البيت. عندما وصلت الصورة أنا ما صدقت يعني زي المخبوطة. عندما وصلت الصورة حق الوالد بعد الفترة هذه ونتمنى من ربي أن يوفقنا به وما نعود إلا فيه علشان نعزه آخر زمانه ونحصل الدعوة منه إن شاء الله. وحرمنا من الأبوية، ولكن إن شاء الله النبي يعوضنا بها حتى لو عاش معنا فترة بسيطة. هذا العمل اللي على الباقي. الرجل هذا الشخص الذي قام بتصويره وارسله الينا قال عزيز جدا وكريم جدا ومحترم جدا، واحنا بنخاف على مشاعره لا نؤذيها عندما ننزل له بهكذا صوره، لكن ان شاء الله نوفق وان شاء الله نكرمه وان شاء الله نجمعه بابنائه على خير وفي خير. رجل عزيز وغالي جدا ومحترم جدا وعزيز نفسه، ويمكن ما ساب البلد وساب الناس وساب الاهل كلهم الا بسبب ظروف خاصه واستثنائيه. نحن نلتمس له هذا العذر، ربنا يوفق الجميع. تابعونا حتى نهاية هذه الفقرة. مقصدنا منطقة الخبت الظاهر الواسطة، وبعد أن تجاوزنا مدينة المحويت سألنا الأهل من جديد ماذا لو لم يكن هو نفس الشخص الذي يبحثون عنه. أشكركم مشاهدينا الكرام إذا كنتم ما زلتم في المتابعة والاهتمام منذ أن خرجنا من صنعاء حتى وصولنا إلى مدينة المحويت. وكما تلاحظوا مشاهدينا الكرام مدينة المحويت خلفي تماما، المدينة الجميلة المعلقة بين السحاب. وهؤلاء الإخوة الذين جاءوا من حالمين لحج، محافظة لحج، جاءوا من يوم أمس وهم مسافرون محبة ونزولا عند رغبة هذا الأب الذي غاب عن أسرته أكثر من 50 عاما. ونحن في الطريق إلى الخبت الظاهر لنلتقي بهذا الوالد ونتعرف عليه عن قرب إذا كان هو أو لم يكن هو. دعوني أرحب وأذكر بالاسم الإخوة المحترمين شاهر فرحان ومحمد عمر. هؤلاء الإخوة النموذج للشباب المحترم الذي استقبل هؤلاء الناس واحتضنوهم ورعوهم رعاية كاملة منذ وصولهم إلى صنعاء. وإحنا واحد وحالنا واحد، سواء في المحافظات الجنوبية أو في الشمالية، كلنا من بعض. الحمد لله على السلامة يا أخي الكريم، وإحنا إن شاء الله في الطريق إليه. وما بتقول لك إحساسك، هل هو نفسه من رسمناه ومن قدمنا لكم في الصورة أم اختلف؟ والله إحساسنا أنه إن شاء الله هو، يعني مع شبه أيام، لأن سألنا روينا ناس صور وكذا أكدوا لنا 100% أنه إن شاء الله أنه 100% إن شاء الله. الحين ابن الابن، إذا كان الابن ما يعرفش أبوه يعني لأنه صار أبوه عمره 5 سنوات. ابن الابن. أنا ابن الابن. أيوة، يعني ما بنا عن طريق الناس، هذا يقول لك أيوة. أيوة. طيب فهد، ذكرت لي قصة واحنا في الطريق، قلت لي يا أخي الكريم بأنه قبل 18 عاما وأنت سائق قاطرة تعمل في محافظات الجمهورية، حصلت الأخ قائد هذا عمكم
في الخشب. نعم. ما قال لك اساسك؟ احساسي حسيت انه هو كله. شفته وكلمته طبعا. سالته قال لي انا من الضالع. قلت له يا حاج من الضالع. قل لي منين من الضالع؟ قال لي من الحسين. طيب منين من الحسين يا حاج؟ انا شوف احساسي انك قريب منا ما انتش بعيد. قال لي ان شاء الله قال احنا من البلد واحده. ايوه عطف ما عادش ايوه ما مش زيت عليه الكلام، مش عندي دليل، مش دليل وما اعرفه بنسرق، ما عادش اعرفه اقول لك. شابهت بقى على عمي. شبهت على عمك. نعم. صورت في هنا. في ملامح له كثير، هو عمي وابوي برضه الله يرحمه. صورتها في يومها؟ لا في يومها ما صور في الا في صور معي له. ليش ما عرضتها؟ والله عرضناها وقالوا مشوه، كل ما جينا على الناس يقول لك مشوه، كان صورة متغيرة كذا شوي. بقى فترة كبيرة منها. جالس العمل مشاهدينا الكرام منذ هذه الأيام من 30 ومن 40 ومن 50 سنة، عندما هاجر هذا الأخ الكريم قائد مانع إلى المملكة العربية السعودية. اقترب فترة من الزمن عدة مرات يجمع، يقولوا له يا أخي ليش ما تروح عند عيالك ولا يروح يشيل لهم ثياب ومسمى، بعضهم يوصيهن وبعضهم يجمعوا له ثياب ومسمى علشان يسافر مباشرة. اليوم اللي يعطوه تحديد السفر يضيع. أنت الحين ابن الأخ سيف ما؟ نعم. أبوك عدو بخير يا أخي؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. رويت الصور ما قال نفسه؟ قال نفسه. قال هو أنه يشبه بنفسه بحركاته أيوة قالوا حتى مسكت العصا كأنه بيقول ابنه ما شاف الصورة وماسك العصا كأنه شبيه الوالد. نعم. ايه. على بركة الله، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إلى منطقة الظاهر في المحو في الخبت، لعلنا نظفر بهذا اللقاء الجميل. إن شاء الله. إن شاء الله نجتمع به ما تعود إلا بالجميع. إن شاء الله. حياك الله أخ منصور. أنت مرافق لهؤلاء الإخوة، أنت صهرهم. الله يخليك. بارك الله فيك، وأنا ممتن لك أخي الكريم على اهتمامك بهذه الأسرة وحضوركم من منطقة عدن. ايوه انا ساكن بعدن، هم ساكنين بحالمين. بحالمين ايوه. انتم بعدن. اهلا وسهلا. حيكون شعور جميل واحنا راجعين به. اكيد ان شاء الله. لما تلقيت الكلام منهم قلنا بنطلع ان شاء الله ونرجعوا معنا ويكون خير ان شاء الله. هذا واجب انسان اصلا. شاهر فرحان محمد عمر من اوفياء الناس. بارك الله فيكم. والله يستقبلونا. انتم محترمين اخواننا شمال وجنوب. اشتاق اقول لكم حاجه يا اخي الكريم، والله ما مريض في صنعاء او في احدى محافظات الجمهوريه الا وزار عدن وسافر منها. يعني عدن حملت الناس في ظروفهم وفي همومهم وفي متاعبهم، وصنعاء تحمل الناس ايضا في كل الظروف في كل الاحوال. عندنا عايشين في صنعاء بسلام وامان واحترام وتقدير من كل ابناء الشعب اليمني، وانتم كذلك الاخوه الذين من الشمال عايشين في الجنوب في عدن بالذات في كل رعايه واحترام وحب وتقدير واهتمام. لكم مني خالص الامنيات. مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم الصوره الثانيه من هذا اللقاء. ترقب، ملامح خوف، قلق مني انا شخصيا، لكن هم مطمئنين، قالوا بان هذا دمنا وهذا اخونا وهذا حبيبنا وهذا قائدنا العم قائد الذي غاب عنا. ان شاء الله نلتقي به. اللقاء القادم سيكون متوجا بالمحبة والسلام في الظاهر منطقة الخبت، لعلنا نجد عنده ضالتنا ونعود به إن شاء الله. قد نعود به أو لا نعود به، نرجع به إن شاء الله. واصلنا الطريق ودليلنا صورة لغائب تجاوز عمره 80 عاما وغيابه 50، فقد يكون هو أو لا، وهذا هاجس الجميع. وصلنا الواسطة قبل اللقاء وتحدثنا إلى الإخوة المواطنين الأحبة. نتشرف مشاهدينا الكرام أننا إلى جانب إخواننا المواطنين الموجودين في منطقة الحنكة، وهي منطقة ما قبل الواسطة، والواسطة ما قبل الظاهر. هذه 3 مناطق تقريبا 40 دقيقة نص ساعة تقريبا حتى منطقة الظاهر إن شاء الله. حيث ضالتنا وحيث العم قائد مانع موجود في هذه المنطقة.
عاش بين هؤلاء الناس لمدة 50 عاما، ترك دياره في الضالع، في لحج، في كل المناطق تلك التي جاء منها، ربما بظروف خاصة واستثنائية سنعرف منه ما هي الأسباب بعد لحظات. فلكم الفضل دائما إن تبقيتم معنا، ثبتتم عندكم قناة اليمن، قناة كل اليمنيين، والله يحفظكم يا أخوتي. بارك الله فيكم. قال أنتم منتظرين هذا اليوم أيام مطر ما إن شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله، باذن الله ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. نشوفكم على خير إن شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا إلى دليلنا في المنطقة، وهو الأخ إبراهيم عبده الذي كان أول الغيث. هذه قرية الواسطة مشاهدينا الكرام، ونحن في الطريق. قد احنا أقرب إلى محافظة الحديدة. هؤلاء الناس الطيبين، هذا الأخ إبراهيم من أعز الناس، وهو الإنسان الغالي الذي ما إن تركنا أثرا وقلنا للناس صوروا من لديكم مجهول وابعثوا به إلينا لعلنا نصل إلى أهله ومحبيه. الأخ إبراهيم استجاب والتقط صورة للعم قائد معنا وأرسل بها إلي. وصلتني قبل شهر، ولكن من كثرة الرسائل لم أقرأها إلا متأخر. ما فقدش الأمل، راسل لي رسالة أخرى قال لي أخ محمد هل قرأت رسالتي؟ فوصلتني الرسالة وقرأتها، وكانت كالتالي. ما كان فيها مضمون يا إبراهيم؟ فيها عمي قايد حفظه الله، له أكثر من 30 سنة يقول في محافظة المحويت، فأرسلت صورته إليك تبحث عن أهله لأنه يقول لدي أهل، فحبينا نوصله إلى أهله. إجابة يا أخي ما قال لكم ما شرح؟ قال أنا عندي أولاد وعندي أهل في الضالع، تكلمنا عنهم بس لا يدنا أي تفاصيل القصة يعني. ما يرضى يتكلم هو يعني، ما يرضى يتكلم بالقصة نهائيا يعني، تكلم معه يخرج من الموضوع تماما. هو عندنا ناس ورجع عندنا وش التفاصيل حقها. أبي الآن معه جنازة وسيعود سيتكلم معكم. هو يعني الشأن الأول له، لأنه هو جالس عنده وجالس معه في الموقع يعني، الأولوية له يعني. ما هو الموقع هذا؟ هذه الآن في منطقة الواسطة. أيوة عايشين هنا في مزرعة؟ لا في محطة بترول ومصنع بلوك جالس عندنا. أي مصنع محطة بترول. لا غرفة وحمام وسكن يعني رسمي ادينا له. سكن رسمي أيوه. هكذا لله في الله. نعم. طيب قلت لي أنت أنه له 30 سنة في رسالتك. أيوه. وأنا قلت 30 سنة، لكن عندما أعلنا على الصورة والتفاصيل جاوب مجموعة كبيرة من الناس، من الإخوة المشاهدين والمهتمين بنا في لحج، وقالوا بأنه له أكثر من 50 سنة. إذا كان ابنها الآن عمره 50 سنة وساروا عمره 5 سنوات، فالعمر طويل جدا وكبير جدا. الآن لو سمحتم قلنا إلى هذا الشخص العم قايد، احنا خايفين لا يزعل مننا. لا يزعل إن شاء الله. هذا رجل راجع لكم. أنا كلمته طلب، ما قلت لي أنت قلت لي أتكلم. أيوة لا تكلم. أيوه أنا بس أتكلم لبيت طلبك يعني، ولا عنده أي. عاد احتمال الحين إنه قد يكون هو ما يكون شو. هذا الشيء راجع للتصوير يعني لكم يعني. أيوة الأسرة. أيوه أيوه الشباب. الصورة من هذا. بالله الصورة من هذا وبطاقته اللي تعديها لك يعني. نعم. أيوه طيب قاطع من المحيط. بطاقته. نعم قاطع من المحيط. نعم. 30 سنة في الممكن؟ لا له عندنا تقريبا 7 سنة أو 8 سنة عندنا إحنا، بس متنقل. بس في الأيام الأخيرة عندنا واصل له 8 سنة واصل 2015. بس قال لكم إن 30 سنة من الأسرة. أيوه. كانوا في منطقة هنا في هذه المنطقة اسمها الجبال، جلس فترة وانتقل إلى عندنا إلى تاجر، وجلس يشتغل معه حراسة، وحصل بينه خلاف وخرج من عنده ولقى أخي اللي أكبر مني، وقال صايحت أنا والتاجر اللي كان يشتغل عنده، ورجع قال له محمد تعال جلس عندنا في المحطة، وجلس وكل واشرب في المحطة عندنا. جلس من 2015 إلى يومنا هذا في المحطة عندنا، في المحطة جلس عندنا إلى يومنا هذا في المحطة حق البترول. نعم. شبه من هذا. في شبه كثير من هذا. نعم. وفي شبه كثير من هذا، وإحنا تحفظنا فيه، أخفنا إن عليه مشاكل، لأنه كان كل ما تذكر له عن أهله يقول له أنا غشيت من البلاد، أنا معي مشاكل، أنا لا تذكروا لي البلاد. كان يحس بالتضايق ويزعل حين تذكر له أهله. أو فإحنا حسينا إنه عليه قضية، عليه مشكلة، عليه حاجة، فقلنا له جلس وكل ويشرب ويتعالج عندنا. وأصيب بجلطة في 2015 ونجا منه وشلينه الحديدة وعالجنه في مستشفى خاص، وقبل 3 شهور طلع عنه صنعاء وعالجنه، كان معه مشاكل بروستات وعالجنه في صنعاء في مستشفى خاص. وهبنا له غرفة وحمام، خاصة في أثناء كان كورونا. الله يفتح عليك. الله يبارك لكم. حتى وقت ما هذا هو أنا قلت لك أنا بخير يعني، الإنسان بخير ما يتكلم يعني. أنا شاورتك بالموضوع
غايه في الاحترام، الرجال محترم جدا جدا جدا، يعني الاولاد الصغار كلهم عنده جالس يا جد قاعد يا جد قاعد يا جد قاعد، لحد الان هم عارفين انه يمكن يروح زعلانين ما يشتهوا يروح. يعني في تقريبا الاطفال عندنا في الجيران اجداده الاثنين ماتوا، ويتخبروا اهل البيت يقولوا هذا ما معه جد لا اب ولا ام، يعني قال انا معي جد، عمي قاعد طالع جدي قاعد، يعني من محبته لهم، محبته لهم. الله يبارك الجميع. سننتظر شويه يا استاذ محمد لما الوالد يخرج، لو له الاولويه يعني فوقنا كلنا. الان لا ما نشتري المحطه، ما نشتري نظهر امام الشاشه عند عمي قايد نهاية بحضور الوالد. هذا طلبي اليكم يعني. ابا ايوه دحين موجودين في الملعب، دحين موجودين الان في الملعب. ايوه خلاص تمام صلوا وجيتوا كذا. هذه الغرفة التي يسكن العم قائد فيها طيلة سنوات البقاء في منطقة الواسطة، وقبل الدخول إليه نتحدث إلى العم عبد إبراهيم الذي احتضن هذا الرجل وأكرم وفادته وإقامته الطويلة. عاش عندكم المواطن هذا سنوات من العمر واعتبرته واحد من البيت، قلت له أنت اعتبرني أخوك، اعتبرني أبوك، اعتبرني. نعم قلت له اعتبر نفسك يعني إني يعني إنك كأب أو يعني كأخ، يعني كأخ. وإذا مرض بزيته صنعاء وجيب له علاج يعني في كل شهر كل من وإلى. وعنده صيدلية مفتوحة، مفتوح حسابه. نعم كل ما لبس علاجه يروح على حسابه مفتوح. إذا طلع هو مثلا ناخذ نشله نروحه باختياره إذا يبغى يروح أنا ما عندي مانع. تخافوا على أساس إذا علق مشكلة أو على قضية كل ما كنت تذكروا البلاد ولا شيء كان خرجنا خلاص خرجوا، كان خرجنا الموضوع وإحنا ما أخرنا كذا إلا خفنا لا يكون على أي حاجة. عم قايد في هذه الغرفة مشاهدينا الكرام، في هذه الغرفة يسكن، في هذه الغرفة. شكرا لكم يا أبناء هذه المنطقة على احترامكم وتقديركم للعم قايد، وكثر الله خيركم. شكرا، حياك الله واهلا وسهلا وشرفتوا وإياكم إن شاء الله. هذا واجبنا وهذا شرف كبير ان احنا لمينا الشمل وساعدنا في فعل الخير بفضل الله ومن فضل الاستاذ محمد ابو معتز، ولنا الشرف ولنا الاجر الكبير ان شاء الله عند الله عز وجل. جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، عد تنازلي في هذه اللحظات انا والاخ عبده، عمي عبده وابناء المحترمين اللي جلس عندهم وبلغونا بتفاصيل، لكن يقول عمي عبد الله تقولوش انه احنا اللي بلغناكم على اساس لا يزعل. لا يقول ان احنا ايش؟ أيوة احنا غاتين منه، احنا والله ما احنا غاتين منه. ايوه داري. ايوه لا يقول ان احنا غاتين منه، لانه يعني زي ما تقول يعني اخ فاضل وكريم ومحترم يعني جدا. الله يطول بعمرك يا عم قايد، الله يحفظك، الله يبارك لك. عم قايد كيف الحال؟ معك ابن يا عم قايد؟ معك ابن؟ في 3 أولاد. اسمهم؟ صالح وأحمد وعلي. صالح وأحمد وعلي. 50 سنة يا عم قايد؟ أكثر ممكن. أكثر من 50 سنة. عم قايد مالك فلتهم يا عم قايد؟ هذا شيء من الله. ايوه كنت تضيق كل ما تروح القرية كنت تضيق منه. يعني ضيقة لقينا الحاجة. وضالع. الضالع. ايوه كانت من اول الضالع، الحين قد يلحج. اسمها المسيمير ولا ما اسمها؟ لا الضالع المسيمير بعيد عنها. المسيمير بعيد عنها هم. نعم. مزامير غريبة اللغة. ايوه صحيح، الحين قد يلحج ما عاد يشطر. الله يبارك لك يا عم قايد. الله يبارك بالجميع. سلام عليك. انت محترم. الله يستر عليك. انت انسان نبيل يا عم قايد. الله يبارك. وانسان محترم. وهؤلاء الناس يكونون لك كل تقدير واحترام وحب. انت بمثابة الاب لهؤلاء جميعا. هذا لا كان لي اهل ولا شيء. هذا اهلك. هذا اللي وقف معك. وقف كل حاجة. هذا اللي وقف معك كل شيء.
خلي لا خلينا مرتاحين. لا نغتاولا. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. انا مكاني الله ربي انا عليك. مكاني اخ، يعني زي ما تقول حتى لما بدك تروح معاهم او ما بدك تروح او كذا. أول وآخر بيتي هذا حتى أموت. وانا يعني زي ما تقول ما في خلاص البلاد معي. الله يستر. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الله يبارك لك يا عم قايد، واحنا اطمئننا على قالوا انت مرضت يا عم قايد في الاخير. ما مرضت في الاخير، قال لك مرض. يعني جلطة. ايوه قعد لك جلطه. ايوه كيف ما عمد عم عبد الله ما قصر معه. ما عبده يعني بالعلاج بكل حاجة ولا لا؟ ما قصر. هو أولاده. هو اولاده. ايوه ما قصروا ولا يعني. انت حد غثك يا عم قايد من البلاد ولا شيء؟ حد غثك في البلاد؟ حد غثك في بلادك ولا شيء؟ حد غثك في البلاد ولا شيء يا عم قايد؟ من البلاد يا أخي، خرجت من البلاد طيب بعد من الضيق عادي. خلاص بعد مدة كذا شهرين 3 شهور أذكر البلاد كأني أذكر جهنم. وروحت مرتين. أرجع من الطريق أشوف الدنيا نار قبالي جهنم مولعة. ولا حاجة. لكن ما في فايدة، نسيت لا نسيت ولا حاجة. ما الله الحمد. لا تنهي. يعني الواحد يعطي ما لا تنهي. لا تنهي. صالح أحمد وعلي. صالح واحمد وعلي. ما فيش معك بنات ولا شيء؟ البنات ما فيش. تقول كم عمرك يا عم قايد الحين؟ والله أعلم، ممكن فوق 80، ممكن أقل، ممكن أكثر. من زمان كانت السلاح ما حد يورق ولا حد. ينتج الإنسان زي ما كان ينتج بهيمة. ما في تاريخ، ما في أي حاجة. ذكر عمي قايد بأن لديه أبناء هم صالح وأحمد وعلي. هؤلاء هم 3 أبناء تركهم عم قايد نتيجة ظروف خاصة. كان كل ما يروح البلاد يجي ضيق كبير وتضيق به الأرض، وغادر مغصوب، ما غادرش يعني بطواعية. ما حد يترك جهاله وزوجته هذه السنوات كلها إلا وهو مريض نفسي. الله لا يلحقهم خير، اللي ضروه واللي أثروا عليه والذي سببوا له هذا المشكلة الكبيرة. وعاش مشرد وعاش غريب في كل الديار، في كل مكان. لف في هذا المكان 8 سنوات، قنبر في مكان ثاني 10 سنوات، قنبر في مكان آخر 10 سنوات، قنبر في مكان ثاني 10 سنوات. يعني مجموع الغياب 50 سنة. 50 سنة وهو بعيد عن منطقته، بعيد عن أهله، بعيد عن أحبته. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام أحمل عم قايد، لا تزعلش مني أنا بدالك، لا تغتش مني. الله أنا حاب أشرح لك مفاجأة يا عم قايد. الله عمرها 50 سنة هذه المفاجأة، بس لا تزعلش مني أنا بدالك يا عم قايد. عادي ما في حاجة. أيوة إذا طلبت يزعل الإنسان من الحق. أيوة وإذا طلبت منك حاجة يا عم قايد قول لي حاضر أنا بدالك. الله يبارك لك. بارك بالجميع. دخلوا لي واحد لو سمحتوا. أيوة عم قايد أقول لك حاجة. اجلس يا صالح. هذا صالح يا عم قايد. هذا صالح يا عم قايد. يا الله
لا إله إلا الله. الله الله لك. شاءت الأقدار يا عم قايد أن تلتقوا قبل أن تموت. الحمد لله. الحمد لله. الله. هذا صالح بحث عليك طويلا يا عم. الله سلام عليك. بحث عليك طويلا. بحث عليك يا عم قايد طويلا في كل مكان يا عم قايد بحث عليك. يا دنيا. يا صالح. الله السلام عليك. الله يبارك لهم ويحفظك. وابناء الله يحفظك. كلهم بخير قد ابنائهم مغتربين كلهم في السعوديه ومنهم موجود في لحج في الضالع كلهم الحمد لله بخير يسلموا عليك. الله ولك. بحثوا عنك يا عم صالح في كل يا عم قايد في كل مكان. الله السلام عليك. ما خلوش ولا مكان والله. أنا أقدر أقوم لا أقوم بالله ما عليك. يا الله. الحمد لله. الحمد لله أن ربي جميل. الحمد لله. الحمد لله. لك الحمد يا رب. الله يستر عليك. عليهم طيب خاطرك قبل ما تموت. الله. وانت حسره وندامة عليهم انك ما اجتمعتش بهم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. عاد باقي معك يا عم قايد. باقي صقر احمد قايد. بن احمد ابن اخوك احمد. نعم. بن بنك. ابن ابنك. نعم. ابن احمد انا موجود. احمد اين صقر؟ اين صقر؟ هذا صقر. هذا صقر احمد قايد ابن الابن. الله. الله. يا عم قايد باقي فهد مثنى مانع. ابن عمك ابن اخوك مثنى. الله يقدرني. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يشفيك. الله ما كان يسلمك. الله يسلمك.
باقي يا عم قايد. وصلت الموقف هذا لا اله الا الله. لا اله الا الله. الحمد لله. الحمد لله يا ما شاء عم الله قايد. فعلا. الحمد لله عم قايد. اللهم لا ما شاء الله فعلا. اللهم لك الحمد. والحمد لله نحن اسرتك يا عم قايد كلهم محتاجين لك، اسرتك بيدوروا يا عم اللهم قايد. لك الحمد. اللي ظلموك ماتوا، اللي ظلموك كلهم سببوا لك الاذى كله، هذا كلهم قد ماتوا. هذا معتمده. يلا. يا رب يا كريم يا الله. اللهم اغفرنا وارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفرنا. اللهم بلغنا يا الله. اللهم لك الحمد يا ارحم الراحمين. اللهم لك الحمد يا الله. ضياع يا ابني. صار ما فيش مشكله يا عم قايد. سامحوني يا الله. الحمد لله اني حصلت. سامحوك 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 يا اخي. سامحوك دنيا واخره يا عم قايد. يا اخي. سامحوك يا عم قايد. سامحوك يا عم قايد دنيا واخره. اللهم لك الحمد يا اخي. ما بيش انت صرت يا عم قايد غصبا عنك، ما صيرش برضاك. اللهم لك انت الحمد. كل ما تشتري لهم ملابس من السعوديه وقدك مروح خلاص تدخل اللهم المرض لك فيك، الحمد. تدخل المرض فيك وتخرج على طول، وهربت لك على طول من الضيق، من المرض اللي كنت تعانيه وتعيشه. وهكذا مشاهدينا الكرام اكتملت حلقتنا بهؤلاء الابناء وابن الاخ وابن العزيز الغالي عم قائد. عم قائد نادم ندم شديد، لكن كل شيء غصبا عنه. اول ما ظهرت صورته سبحان الله الدم يعرف، اول ما ظهرت صورته على طول ارتبطت به هذه الاسره من عدن ومن السعوديه ومن كل مكان. اتصلوا بنا وساهموا وشاركوا ودفعوا بابنائهم من ان ياتوا اليه. سافروا من مكان بعيد مشاهدينا الكرام وايام حتى وصلوا الى هذا المكان، والحمد لله. عم قايد ما كانش متوقع نهائيا، بيقول خلاص اخوتم عمري عند العم عبده انا في هذه المحطه في عند هؤلاء الناس الطيبين، عالجوه وقاموا بالواجب. الان اشد الندم ما يفعل واحد، الظروف حكمت على الجميع، ما غاب الا لظروف قاسيه ليس له علاقه وليس له سبب، وانما كانت ظروف خارجه عن ارادته. الله يحفظك يا عم قايد. نروح يا عم قايد. نروح روح. خلاص نروح تروحوا. نروح جماعه يا عم قايد. نروح جماعه يا عم قايد على مدير عوض. خلاص. ولا بيرعوك ولا شافوني وشفتهم، الله يطول بايامهم ويسامحهم. ما بقول لك روح. يسامحونا. يا عم قايد تروح معاهم. وانا كنا هنا عندي. ماشي على ما يهتموا بك. كتب لي الله ناس يعني ببلالهم. ما قد عيالك موجودين. ما قصروا لا صغير ولا كبير يا اخي. عيالك موجودين يا عم. مرت جاتني القطله ومرت فيها وعالجوني ولا الان هذا ما مقصرين معي وكل حاجه. ولو يا عم قايد علشان العمر الباقي انا افدارك يا عم قايد على متشهرك. كل خير يا اخي. تدعي لهم يصلح الله اولادهم. يصلح الله اولادهم. ما عاد هم شافوني ما عاد يعني ازيد لهم جروح هنا وابلغهم حاجه. الحمد لله كله مشتاق لك. ما عملت لهم اي حاجه. ولو سهل ولو ما عملت سهل ولو ما عملت لهم كلهم طالعين لا تهم اي حاجه عارفها كبير لا تهم امورهم سابرين كل شيء سابر امورهم سابر. وانت مش برضعك كان برضعك الناس داري كلها ويجي يصلحوا كلهم ماتوا. الله يموت والله. الله يرحمه. الله يسامحهم. الله يسامحهم خلاص. الله يسامح من عدينا. الله يسامح من ضيعنا. معلش يا عم. اللهم لك الحمد. لا تشعر بالذنب ولا شيء يا عم قايد. عيالك رجال. الحمد لله ما طلعوا رجال. الحمد لله. طلعوا رجال والحمد لله مستورين، معهم بيوت معهم ابناء معهم كل شيء. ما كان ينقصهم الا معرفتك هين انت، ما كان ينقصهم الا انت. هذه السنوات كلها وهم بيدوروا عنك، بحثوا عنك في كل مكان، في الحديده في كل مكان. الله يطول بعمرك ان شاء الله. الله يستر عليك يا رب. الله يعطيك العافيه. ما عتبش خاطري يا عم قايد الا عم تروح معهم الان نروح مع بعض. نروح جماعه يا عم قايد علشان خاطري. حب رجلك يا عم قايد. انا افكارك يا عم قايد. روح معاهم يا عم قايد ولو يطيعوك اخر الامر. ولو يطيعوك ما عليك كل شيء. ما عليك الا ونضغ انسى الماضي انسأل. انا ما ابغى احصلناك نعلق العمر مع بعض. ما بعد لكن نحصل الدعوه منك ودعينا الله يستر عليكم ونهتم لكم. هذا يا عم قايد روحوا وسألوا اذا روحت معهم وما عجبك الوضع هناك
أنا أطلب منهم، أنا أطلب منكم طلب لا تغثوه. يعني وإذا أنتم تشوفوا الطريق تعيب عليكم ولا حاجة اتصلوا لي وأنا أجيب سيارتي من عندكم إلى غفي وإنه مبسوط يعني قد يكون ما في شك دم منه بكم وهو منه ولكن إذا مثلا روحت ما أعتبر المسألة تمشي. إن عجبك الوضع عندهم إن عجبك الوضع عندهم جلست، ما عجبك الوضع أسألكم بالله اتصلوا اتصال. أيوة عهد. نعطيكم عهد الله إنه وصل وقال ما يا ابني أنا مخضوم من هذه القضية ما أقدرش إني باعوا له لهنا غرفته ومسمى عندهم وأنت وإحنا الولد وإحنا الصغير يدعلوا يا جد، أهلا كلهم، الصغير يدعلوا يا جد والكبير يا عم. صرتم لأنتم أهلنا هنا. وبعد اللقاء الذي لم أشهد مثله في حياتي حزنا وفرحا، وبعد أن اختتمنا الحلقة من مكان تواجدهم، استمر بقاؤنا لساعتين كاملتين، وهي مرحلة الإقناع للعم قائد أن يعود مع أسرته وابنه. وكان كلما تحدثنا عن العودة للقرية يبكي بحرقة ويقول جهنم ولا العودة. شفتوا حالي وشفتوا من الناس اللي حضنوني وعالقوني أهلنا الآن صاروا أهلنا الحمد لله. أهلنا ما نقطعهم، أهلنا ولا أهلنا والله ما نقطعه ولا نطرحه لا هو ولا اللي كلهم هنا. ما خالص حنوديك أي وقت تشي تروح هنا نطلعك أي وقت. الحمد لله معنا سيارات معنا كل شيء أي وقت. الله يستر عليك. أي وقت هم ينزلوا يجوا عندنا ينزلوا عندنا أهلا وسهلا أي وقت بيتنا مفتوحة لهم. لا تشيل همك من أي شيء. خلاص روحوا هناك قبل ودة كذا أنا أنزل أنا وهم ونحن أبوي من البلاد. أنا الصراحة أنا عن نفسي ما قلت أروح، قال لي أبوي تروح إلا بجدك ولا إيش عندك؟ والله ظروفنا ميسرة اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. والله مجرد ما وصلنا التواصل الاجتماعي بعثنا عليك درينا كذا قلنا احنا شوف القاطع حق اليوم دخل الله. كنت توصل لهنا للخشم كنت أسأل ولا في مكان وانا وصلت عندك السرعة ومصلح أكثر المرة كالسرعة ومصلح صرت أخبر على الناس دخل السيارة في الخشم قبل 20 سنة يمكن. هاي الموضوع بيسألك بيقول لك عم قاعد منين؟ تقول ترى أنت من الضالع. قال لي من الضالع بس ماشي بين علي ومشينا عندي اثبات عليه. نعم ما بشي. لأنه بقول له قد يكون أنت قايد معنا قال أنا من الحسين. قلت له أنت قايد معنا. هو بيقول له أنت عم قايد وقريب أهلا قريبك ابن أخوك. يمكن. يمكن. إذا ما عجبك والله لا أجي لك. أنت تعرفني والله لا أجي لك يعني زي ما يقول الليل نشر الليل وأجي لك. الله يطول. أنت تعرف أني أتكلم ورجع. الله يطول عمرك. وأخيرا وافق العم قائد على العودة مع ابنه وأحفاده بعد بكاء طويل مرير. هذا الرجل الطيب عاش مسالما مسكينا مظلوما تاركا أبناءه وقريته ومحبيه وعاش هنا، وقد نال هذا الرجل محبة أهل المنطقة جميعا حتى أنهم حضروا كما ترون لوداعه والبكاء عليه. اسمعوا يا شباب أطلب منكم المسامحة لعمي قايد إذا زعلكم أو غثاكم احنا آسفين وحقكم علينا. والله الله يحفظكم. واحنا نقول لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعكم. قمتم بالواجب أكرمكم الله يا أهل الواسطة، بدءا من عمي عبده وانتهاء بآخر مواطن منكم موجود اليوم معنا في مكان التصوير. نحبكم جدا جدا. هؤلاء الأسرة من عدن من الضالع من لحج يعتبرونكم إخوة، وإن شاء الله يعدوكم بزيارة زيارة أسرية عما قريب إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتحيوا وكلنا نسلم على عمي قايد، كلنا خارج نسلم عليه وعير حلي الله.
والحمد لله مشاهدينا الكرام، اقتنعنا أخيرا بأنه العم قائد يغادر معنا إلى أولاده وإلى عشيرته وإلى أسرته وإلى محبيه الذين افتقدوه كثيرا طيلة 50 سنة وهم يبحثوا عنه. واليوم نغادر هذا المكان الواسطة بعد أن ظل فيه طيلة عمر طويل، وهو يعيش بين هؤلاء الناس كواحد منهم، أحبوه مثلما أحبوا أبنائهم، وترك أثرا طيبا ولم يبقى إلا الأثر الجميل. وهو يغادر الآن معنا إلى قريته وإلى محبيه الذين افتقدوه طويلا. والله يحفظكم جميعا يا أهل الواسطة، وربنا يخليكم إن شاء الله. وداعا أهل القرية الطيبون، شكرا لكم وللأسرة الكريمة التي احتضنت العم قائد وآوته وأكرمته. نحبكم جدا، فأنتم أصل اليمن الطيب الطاهر. هذه قصة من قصص شتى بنفس المأساة، ربما نلتقي في لقاء قادم وعودة غائب ومظلوم آخر من مظاليم هذه الدنيا. السلام عليكم أصدقائي المشاهدين ورحمة الله تعالى وبركاته.